بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم في قناتي قناة وصفة في المطبخ. وإن شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. النهاردة هنعمل زي ما انتوا شايفين كده الحواوشي بالعجين أو الحواوشي الاسكندراني. يلا بينا نسمي بالله وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبتدي الوصفة بتاعتنا. وبفكركم قبل ما نبتدي، اللي مش مشترك يا جماعة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني أي فيديو جديد. انزلي تحت حطي لايك وفعلي زر الجرس، اكتبي لي كومنت مشجع، ولو في مشاركة مع أصحابك وحبايبك. يلا بينا نسمي بالله وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمكونات بتاعتنا يا جماعة وشكل الرغيف زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، شايفين حاجة بتتكلم عن روحها كده. جميل جدا جدا. مليان ما شاء الله، وجميل ريحته جميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. شايفين ما شاء الله مليان بالحشو. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. طبعا اول حاجة زي ما احنا شايفين معنا نص كيلو دقيق. وطبعا لازم الدقيق يتنخل مرة واتنين وتلاتة عشان خاطر اول حاجة لو في حاجة مش كويسة تطلع في النخل بتاعنا، وكمان يتخللوا الهواء ويدي نفخة حلوة او خمر كويس للعجينة. معايا كيس كامل من الخميرة الفورية، وعشان اختبر ان كان كويس ولا مش كويس لازم اختبره. زي ما انتوا شايفين بحطه طبعا كله، مش ببقي منه اي حاجة. بحط عليه معلقة من السكر زي ما انتوا شايفين كده، معلقة او معلقتين من السكر. وبحط عليه شوية مية، بدوبهم كده في بعض، ادخلهم في بعض كده وادوبهم كويس خالص خالص. شايفين الفقاقيع دي دليل على ان الخميرة ما شاء الله كويسة كده. انا اطمنت ان الخميرة كويسة وهتشتغل معايا في العجين. وده الاختبار. انا كان ممكن احط الخميرة جوه العجين، لو انت متأكدة منها حطيها مباشر على الدقيق، لكن مش متمكنة منها قبل ما تحطيها على الدقيق. يبقى لازم تعملي الخطوة اللي انا عملتها دي، وتحطي الخميرة وتحطي عليها معلقتين السكر وشوية مية وتقلبيهم في بعض. هروح بقى للدقيق. معايا معلقة ملح صغيرة كده، حطها فوق الدقيق وتبتدي مراحل العجن بتاعتي. احط مية، طبعا كلنا عارفين ان المية ملهاش مقدار مع الدقيق، بتحط شوية بشوية لان الدقيق بيختلف نوعه، يعني الأنواع بتختلف في درجة امتصاصها للمية. ففي دقيق بياخد مية كتير، في دقيق ياخد مية قليلة. فما ينفعش ان انا احدد لك كمية مية معينة. لا، انت عندك مية بتكون دافية بس ما تكونش باردة عشان ما تموتش الخميرة معاكي. وبتبتدي تحطي شوية بشوية وتدخليهم جوه العجين بتاعك عشان يعني تتلاشي ان العجين يبقى سايح معاك. دلوقتي انا هحط، خلاص اتأكدت ان الخميرة كويسة، هحطها فوق الدقيق بتاعي وهبتدي هقلب العجين بتاعي. زي ما انتوا شايفين كلنا شاطرين، كلنا بنعرف نعجن طبعا. ابتدي ادخل الدقيق كده في بعضه مع المية. خلاص كده المعلقة من اللي فيها، وابتدي هعجن بايدي. لابد ان يعني سبحان الله الايد يا جماعة حساسة، ان هي تعرف العجين بتاعك عايز ايه. لا معلقة هتسد، ولا لو كنت لابسة جوانتي ولا اي حاجة بتحول بينك وبين العجين بصراحة بيبقى الموضوع مش مريح جدا خالص يعني. وما بتعرفيش تاخدي راحتك في العجين في الايد. احنا ما شاء الله غاسلينها كتير جدا جدا ومغسولة، وايدينا كلنا ستات بيوت وكلنا ايدينا في المية على طول، فالايد كده كده الايد نظيفة. بشرب الدقيق كده مع المية.
خلاص كده بصوا زي ما انتوا شايفين ملبكة وماسكة في ايدي كده. فانا هجيب معايا كده يعني فنجان الا ربع كده من الزيت، وهحطه على العجينة، وهبتدي ادخل الزيت جوه العجينة كده زي ما انتوا شايفين. بجيبها من جميع الجوانب كده واغرسها معايا. اجيب من هنا واغرس في النص، واجيب من هنا واغرس في النص، من يمين وشمال كده زي ما كلنا عارفين وشاطرين. موضوع العجين سهل جدا جدا ومش متعب ولا حاجة صعبة. كلنا كده بنعرف نعجن. بغرسها، اجيبها من هنا واغرسها في النص، يعني من جميع الجوانب كده، يمين واغرس وشمال واغرس، ومن الجوانب كده واغرسها لحد ما تدخل معايا، يدخل الزيت كله جوه العجين، ويبقى كله بصوا زي ما انتوا شايفين ابتدى يخلق يعني ايه، بيتداخل كده. بصوا ابتدى شوية اللي باقيين من الزيت شوية قليلين جدا زي ما انتوا شايفين كده. العجينة ابتدت تبقى ناعمة معايا وفي ايدي. خلصنا كده زي ما انتوا شايفين كده، دخل الزيت كله تدخل، وزي ما انتوا شايفين العجينة ناعمة جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين ايدي خلصت من العجين انتوا كنتوا شايفينه في ايدي، وكمان المعون اللي انا بعجن فيه اتخلص جدا. انا معايا كده هو قوطة مقطعة قطع صغيرة، وكمان معايا فلفل الوان، فلفلاية كده مقطعاها عليهم. معايا بصلاية كبيرة، ومعايا ربع كيلو من اللحمة. معايا التوابل بتاعتي، فلفل وفلفل أسمر وكمون، توم باودر، بصل باودر، بهارات حواوشي. آه، جبت البصل حطيته كده هو في بولة كبيرة، وحطيت عليه القوطة والفلفل. وهجيب اللحمة احطها عليهم كده زي ما انتوا شايفين، وكمان التوابل اللي انتوا شايفينها، كزبرة وكمون وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، وأي توابل تحبي تحطيها حطيها، بتدي ريحة طبعا وطعم جميل جدا. هبتدي انا مقطعة البصل يا جماعة والحاجات دي كلها مقطعاها على ايدي. مينفعش ان انا احطها في كبة عشان ما تبقاش ناعمة قوي. وطبعا لا، الحواوشي لازم يكون البصل باين فيه، مكونات البصل والفلفل والقوطة بتكون باينة في الحواوشي، يعني مينفعش ان انتي تعمليها في الكبة. تبتدي تخلطيها كويس جدا كده في بعضها، ولما تتداخل وكمان يعني تعجنيها بمعنى اصح زي ما كنت بتعجني العجين كده، بتعجنيها شوية كتار كده لحد ما ايه، تتداخل جدا في بعضها. العجين بتاعي طبعا كان خمر على بال انا ما عملت الخلطة. فانا يعني هطلع منه الخمر شوية كده، بغرزه كده عشان الخمر بتاعي يطلع منه. آه ودي خطوة مهمة جدا جدا. قطعت طبعا انا العجين كور صغيرة كده زي ما انت عايزاه، حسب ما انت عايزة حجم الرغيف بتاعي. قطعتهم كده وحطهم على سطح العمل بتاعي كده، وهسيبهم برضو يرتاحوا شوية. مينفعش ان انا اشتغل في اي حاجة وهي لسه كده، يعني لان انا لو اشتغلت بيه كده هيمط مني ويرجع تاني لو في عرق، الا اذا كان ودي وحش بقى هيعمل منك، وفي الحالة دي اللقمة منك هتطلع وحشة اصلا. فانا بفرد كده واحدة، وبحط الحشو، وبجيب التانية واروح مغرزاها كده واقفلها على بعضيها زي ما انتوا شايفين. بصوا بفردها كده بالراحة كده افردها. طب انا اعمل حساب ان هي هتخمر فمتبقاش تخينة، اخليها رقيقة كده، يعني بحجم مثلا ربع ملي كده زي ما انتوا شايفين. بفرد فيها كويس، وبعد كده هجيب الحشو بتاعي وافرده كده. احط ما يعني ما تبخليش، حط كتير، حطي املي املي لقمة العيش دي كده امليها. بس سيبي على الجوانب يكون معلهوش حاجة، عشان هتجيبي التانية وهتقفليهم ببعض. يعني املي كده وسيبي نص ملي من هنا، نص ملي من هنا، نص ملي كده من جميع الجوانب زي ما انت شايفة كده في الراضي حلو. شايفين البصل باين يا جماعة، والقوطة والفلفل والحاجة باينة، وده المطلوب. ما ينفعش ان انتي تعملي زي ما قلنا في الخلاط. هجيب التانية وافردها كده زي ما انتوا شايفين، هما اتنين فوق بعض يا جماعة،
وبجيبها كده اروح حطاها على الاولانية اللي انا حاطة عليها اللحمة، واحطها كده، وهي هتكون اصغر هنطها كده، شدها من جنابها كده واقفل زي ما بتعملي القطايف كده اهو، شايفة كده اهو، وتقفلي كده بصباعك كده، تدوسي بصباعك كده، وبعد كده هتدي معاكي فهتوسعيها تاني، بصي هتوسعي فيها تاني كده اهو زي ما انت شايفة. عملناهم وديناهم فرن على درجة 200 عشان ده عيش يا جماعة، وسبتها كده بالراحة حوالي ربع ساعة، وطلعتها زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللون الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا وشكلها روعة، والريحة بتاعتها الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. آه شايفين ما شاء الله النص كيلو دقيق طلع معايا يا جماعة حوالي 5 وحدات. هقطعها عشان اوريها لكم زي ما انتوا شايفين كده، طعم وريحة يعني بسم الله ما شاء الله، مليانة ما شاء الله، مليانة بالحشو، الله أكبر. يلا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني أي حاجة جديدة. دعواتكم ليا، ولو عجبكم الفيديو زي ما بقول لكم ما تنسونيش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة من القلب كده ليا، إن ربنا يوفقني إن شاء الله. آه، حفظ الله ورعايته. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي، استنوني إن شاء الله في فيديوهات أحسن وأفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.